مساء الفل على حضراتكم، ورجعنا مكملين مع بعض الجزء الثالث من سلسلة في الرحلة. اللي لسه بيتفرج علينا لأول مرة، أنا نرمين البحيري، لايف اند ريليشن شيب كوتش، واحنا هنا في سلسلة في الرحلة. تعالوا نراجع سريعا كده قبل ما نتكلم في موضوعنا. يا ترى هل ترى احنا بنعمل ايه في سلسلة في الرحلة؟ احنا بنشوف في رحلتنا كده على الأرض، لأن ده مش حياتنا الأبدية، دي رحلة احنا بنعيشها، بنشوف فيها تحديات، بنشوف فيها حاجات ومواقف صعبة، صدمات، ألم، أهداف عايزين نحققها وأحلام. بنتعلم مع بعض كده حاجات حلوة، شوية مهارات، بنتفادى شوية أخطاء علشان نسهل رحلتنا على قد ما نقدر. طيب تعالوا النهاردة نشوف، هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. بنات كتير وسيدات كتير بيشتكولي منه وبيعانوا الحقيقة من فكرة نرمين أنا لسه ما اتجوزتش، نرمين أنا متضايقة ومخنوقة وبقيت خلاص عايزة انعزل، مش قادرة أتكلم مع حد، أنا متضايقة لفكرة إن أنا لسه ما اتجوزتش. ناس تقولي نرمين والله أنا راضية ومتقبلة، بس المجتمع بيضغط عليا، أهلي بيضغطوا عليا، بقيت مش طايقة أشوف حد، مش عايزة أكلم حد، كل الناس محسساني إن أنا عندي مشكلة، إن أنا إزاي لسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي. تعالوا كده مع بعض ندردش كده بالراحة ونقول كلام من القلب للقلب، وعلى قد ما نقدر نكون واقعيين علشان نقدر ان احنا نتكلم في الموضوع ده. اول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم، واحنا بنسخن كده تعالوا ننتبه لفخ ناس كتير بتقوله، سواء البنوتة نفسها اللي لسه ما اتجوزتش او الام او الاب او المجتمع. لما احنا بنقول اصل انا بنتي اتأخرت في الجواز، اصل انا يا نرمين اتاخرت ولسه ما اتجوزتش، او لما بنشوف عناوين او موضوعات تاخر سن الزواج، تاخر الزواج عند البنت، كلمه تاخر في حد ذاتها هي كارثه. ليه بقى يا جماعه؟ لانه الانسان لما بيقول انا متاخر معناه ان انا عندي ميعاد، والميعاد ده يا انا وصلت بدري يا اما انا متاخر، بس انا كان عندي ميعاد. طيب احنا بنقول عندنا في مجتمعاتنا، وفي مجتمعات مختلفه واعراف مختلفه، كل مجتمع او عرف بيبقى عنده سن معين البنت هو شايف ان هي المفروض تتجوز كده. في مجتمعات شايفين البنت تتجوز في العشرينات، مجتمعات تانية 16 17 لازم تكون اتجوزت. ايا كان، المهم انه احنا راسمين ميعاد، والبنت لو ما حققتش التارجت في الميعاد ده اذا انت متاخره عن الجواز. اذا شدي حيلك بقى وورينا بقى شطارتك كده، وتحركي كده وشوفي لنا كده عريس واتجوزي. اذا مش هنفرح بيكي بقى ولا ايه؟ لا شدي حيلك كده، امال انت مالك خايبه كده ومش عارفه. وابتدي اهاجم البنت واحسسها انها عندها مشكله لان سنها اتاخر عن الجواز. الحقيقه يا جماعه دي كارثه، لان الجواز رزق من ارزاق ربنا. احنا ما ينفعش نقول لربنا انت اخرت، حضرتك اخرت الرزق علينا. هي مفيش انسان بيتحكم في ارزاق ربنا، احنا بنسعى، بناخد بالاسباب وبندعي ربنا وبنجتهد وبنحاول، بس في الاخر الرزق بتاع ربنا احنا ما عندناش تحكم فيه. حرام عليكم بتقعدوا تضغطوا على البنات، وبتقعدوا تضغطوا حتى على ستات ممكن تكون منفصله وبعد الانفصال عدت سنين ولسه ما اتجوزتش، ايه احنا عايزين نطمن عليكي قبل ما نموت، انت مش ناويه تتجوزي ولا ايه، انت مش ناويه، ونضغط نضغط نضغط ونقعد نحسسهم كأن هي المفروض في حاجه تعملها بس هي مش بتعملها. يا جماعه ده رزق من ارزاق ربنا، فرفقا بكل واحده لسه ما اخدتش الرزق ده، رفقا بكل واحده هي بتحملوها مجهود وحاجه وسعي هي لازم تعمله، وهي في الاخر مفيش في ايدها حاجه. فدي كده مقدمه بالراحه كده، ايه نظبط، وبلاش تبقي انت حتى في لسانك نرمين انا اتاخرت في الجواز، نرمين انا، اعرفي ان ده رزق هيجيلك في الميعاد بتاعه، في التوقيت اللي ربنا شايفه في خير ليكي، مش في التوقيت اللي المجتمع بيقولك هو ده افضل توقيت. طيب تعالوا بقى نبتدي ونشوف ازاي نتعامل مع التحدي ده، ازاي نتغلب على الفتنه، لان في فتنه هنقابلها كده كمان شويه، ازاي نتعامل مع ضغط المجتمع ونخفف بقى شويه الوجع اللي عندنا. طيب اول حاجه لازم تعرفي انك تقبلي ان هيبقى في وجع. يعني ايه؟ يعني انا مش بقولك تقبلي وصالحي وانتي كامله ومش محتاجه حد يكملك وانتي انسانه مستقله ولازم تكتفي بنفسك ومش محتاجه حد، انا مش هقولك كل الكلام ده. احنا مخلوقين جوانا الست عايزه راجل والراجل عايز ست، ده شيء جوانا. ومش بس كده، الاحتياجات اللي الست بتبقى عايزاها للراجل هي كمان بتبقى عندها احتياجات تانية، احتياجات الامومه، رغبه في الامومه. احنا اتولدنا واحنا
من واحنا صغيرين من غير ما حد يعلمنا يعني ايه ام ولا اي حاجه. كل واحده بتمسك العروسه بتاعتها تقعد تراعيها تاكلها تخاف عليها وتقعد محدش يتكلم عشان هي نايمه. هي بتعمل دور الام من غير ما حد يعلمها. فده شيء جوانا، فطبيعي ان انت تبقي متضايقه، طبيعي ان انت تبقي خايفه، ان انا خايفه ما الحقش ابقى ام، خايفه يحصل لي فرصه اتقدم في السن وممكن فرصتي للانجاب تقل او تيجي في مرحله ما بقاش قادره. انا كل ده ما اقدرش ان انا لا الومك عليه ولا اقول لك ما تزعليش ولا اقول لك اي حاجه، حقك تالت ومتلت كده زي ما نقول. بس تعالي امشي معايا خطوات، هنحاول زي ما قلنا نساعد نفسنا علشان نقلل على قد ما نقدر وزن التحدي ده. طيب اول حاجه خليني كده اسالك سؤال. لو انا عندي اي ازازه او اي كده كونتينر وجيت ضغطت عليه، الضغطه دي هتعمل ايه؟ هتطلع السائل او الماده اللي جواه. يعني لو الازازه دي جواها عصير برتقان وانا ضغطت عليها هتطلع عصير برتقان. لو انا ضغطت على علبه معجون سنان هتطلع معجون الاسنان. يبقى اول معنى عايزين نتكلم فيه النهارده فكره المجتمع لما هيجي يضغط عليكي هو هيطلع اللي هو اصلا جواكي، هيطلع الحاله اللي جواكي. ممكن انت بلسانك بتقولي والله انا راضيه ومتقبله بس هم اللي بيضغطوا عليا، هم اللي محسسني. طيب اول نقطه عايزين نتشك انت جواكي حاسه بايه. انت لو بصيتي جواكي هل انت من الناس اللي عندك شعور ان انا قليله، انا مش كفايه، ما انا اكيد يا نرمين عندي مشكله، ما انا اكيد مش حلوه، يعني معقوله يعني مفيش راجل انا عاجباه، معقوله يعني مفيش راجل جاي يتقدم لي، يعني ليه، ما انا اكيد بقى عندي مشكله، ما انا اكيد بقى ست مش كويسه. والزياده بقى على كده لما بنسمع دلوقتي رسائل زي اللي بنسمعها كتير في السوشيال ميديا، فكره انت بتعيشي الاستحقاق بتاعك دلوقتي، انت لسه ما اتجوزتيش يبقى انت عندك مشكله في الاستحقاق بتاعك، اذا انت لسه ما جذبتيش شريك الحياه ليكي لا يبقى انت عندك مشكله لان انت تجذب ما انت عليه، فما دام انت ما جذبتيش شريك الحياه يبقى انت ما تستحقيش دلوقتي تكوني متجوزه. فتبتدي البنات تجيلي عندها ذعر، نرمين شوفي لي انا عندي مشكله ايه، يبقى انا كده بقى عندي مشكله في استحقاقي في الجذب، في انا ايه مشكلتي. تعالوا بالراحه نفهم الجزئيه دي كده ونتكلم فيها. لما احنا يا جماعه واحده بتيجي تقول لي نرمين انا ما اتجوزتش انا عايزه انا ممكن، بنقعد نفكر ايه الجزء اللي ممكن يبقى عندي انا مش منتبهه له. قد تكون طريقتي ذكوريه، قد تكون طريقتي منفره للراجل، قد تكون اصلا ما عنديش حياه اجتماعيه وانا مش موجوده، ما عنديش اي علاقات، مش شرط علاقات مع رجاله، حتى في مجتمعات نسائيه بروح درس حاجه بعمل فيها هوايتي حاجه، ما فيش فرص او اي حاجه ممكن ان انا اقابل فرصه او ان الفرصه تقابلني. فهنا لما بنشوف انا ايه اللي اقدر اعمله، ايه اللي ممكن يبقى عندي حته عايزه اظبطها، بتبقى ايه نيتنا ان احنا بنستنفذ الاخذ بالاسباب، السعي بتاعنا ان احنا نطبق الايه حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى اللي انا في ايدي بركز عليه هو السعي، هو الاخذ بالاسباب، لكن النتيجه هي بره السيطره بتاعتي. يعني مش معنى ان انت بقيتي انثى فظيعه وبنت خطيره وفيكي كل الحاجات 10/10 انك بكره هتقابلي ابن الحلال. ده رزق بتاع ربنا، انا ما اقدرش اوعدك بكده، ولو انا قلت لك كده هبقى انا بتدخل استغفر الله يا رب في افعال وارزاق ربنا، وكاني بقول لما تعملي كده ربنا هيديك كده. ما اقدرش اقول كده، ولا حد يقدر يقول لك كده، محدش يقدر يقول ربنا يعمل ايه وما يعملش ايه. لكن اللي نقدر نقوله لان ربنا قاله لنا انه ربنا لما مش هيغير لك الحال حتى يغيروا ما بانفسهم. طيب هيتغير بايه؟ هيتغير ممكن فعلا يجيلي عريس وراجل ابن حلال، ممكن يتغير ان انا اتقبل وضعي واكون سعيده جدا، ممكن يتغير ان انا انشغل بحاجه وابتدي اقول الحمد لله ان انا حاليا مش مرتبطه وانا عايزه اجل قرار الارتباط شويه. ايه اللي هيتغير في حياتك الله اعلم، بس ربنا وعدنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما انفسهم. لكن التغيير مش شرط يكون بالطريقه اللي انت عايزاها. يبقى اول حاجه اطمني انت ما عندكيش مشكله ومش معيوبه ولا استحقاقي ضايع ولا عندي مشاكل في الجذب ولا كل الكلام ده. انت في حاله من بتاخدي بالاسباب، بتشوفي فعلا لو انا عندي حاجه، انا عندي عقد من الرجاله، عندي تراست ايشوز، طبعا روحي حليها وطبعا روحي عالجيها طبعا. بس لو انت شايفه انا مفيش فعلا والله نرمين وكل حاجه، استني واطمني، رزق ربنا هيجيلك في الوقت اللي انت فعلا يكون خير ليكي. طيب النقطة التانية اللي عايزين نتكلم فيها، فخ الشيطان بياخدنا فيه ومحتاجين ننتبه له علشان يخفف عليكي الألم في هذه الفترة. ايه الفخ ده؟
الفخ ده بيوقعنا كلنا فيه بلا استثناء مع فرق التحديات بتاعتنا والاختبارات بتاعتنا. وده اول حاجه هو عملها مع ابونا سيدنا ادم. ربنا لما قال لسيدنا ادم قال له ان هو والسيده حواء يسكنوا الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما، يعني كل الجنه دي بتاعتكم وكلوا كده وتمتعوا كده زي ما انتوا عايزين، ولا تقربا هذه الشجره. شجره واحده من الجنه كلها هي اللي مش مقبول تاكلوا منها، دي اللي ممنوعه. فالشيطان عمل ايه؟ الشيطان راح قعد يزين لسيدنا ادم وستنا حواء، سيبوا بقى كل الجنه دي وبصوا لي بقى على الشجره دي، وفضل يخلي تركيزه على الشجره الممنوعه، على الشجره الغير متاحه، على الشجره اللي ما ينفعش تاكل منها، وقعد يتكلم معاه بمنطق علشان يقنعه ان هو يروح ياكل من الشجره دي. نفس يا جماعه ده الشيطان بيعمله معانا كلنا بلا استثناء. عندنا حته ناقصه في حياتنا، انا عندي حته ناقصه وانت عندك حته ناقصه، اهو مفيش انسان حياته كامله، كل انسان عنده حته ناقصه. فالشيطان بيعمل معانا ايه؟ يخلينا نسيب كل حته مليانه ويعمل راسنا كده، بس بصي الحته الناقصه دي انت حياتك مش هترتاح ولا تستقر ولا حياتك هتكوني سعيده غير لما تتجوزي، انت مش هينفع تبقي كده غير لما تتجوزي، الامان مش هيتحقق غير لما تتجوزي. فافضل ما خليكي مركزه على الجزء الناقص وكل الحاجات التانية لا 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 ما تركزيش فيها. فيحصل ايه؟ لما الانسان ميزانه ما بيبقاش مظبوط، لما الانسان ما بيبقاش شايف هو عنده ايه وما عندوش ايه، بيشعر بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر، انت فقيره، انت ما عندكيش، انت مسكينه، انت وحيده، انت مش حاسه بالامان، انت مجتمع. فافضل بكلمك بمنطق ان الحياه مش هتكتمل ولا تتظبط غير لما الحته دي تتملي. طيب احنا محتاجين هنا نعمل ايه؟ محتاجين يبقى عندنا توازن. بمعنى ايه؟ اوكي نسمح لنفسنا نشوف الحته اللي ناقصه، بس لازم نشوف الحته المليانه. يبقى مهم قوي 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 لو انت حاليا بتعيشي التحدي ده ان انا اقعد اشوف ايه الارزاق اللي هي اصلا في حياتي، ايه الحاجات الحلوه اللي في حياتي موجوده، ومهم جدا ادرب نفسي على قد ما اقدر استمتع بيها واحمد ربنا عليها واشعر ان انا غنيه، انا بملك الرزق الفلاني والرزق الفلاني والرزق الفلاني والرزق الفلاني. واعرفي ان في ارزاق عندك في غيرك بقى ده اللي ناقص عنده. هي متجوزه وعندها الاولاد بس هي عندها رزق معين ناقص هو اصلا ممكن يكون عندك. يبقى هنحتاج ان احنا ندور على النعم ونستشعرها وما ناخدهاش حق مكتسب، ونركز على اللي في ايدينا بدل ما احنا تركيزنا كله في الحته اللي مش في ايدنا. ولكن ده ما يمنعش ان من وقت للتاني اقعدي مع نفسك، هاتي ورقه وقلم، اقعدي اكتبي، فرغي مشاعرك، اقعدي بين سجاده الصلاه كده بين ايدين ربنا، ادعي يا رب انا زعلانه، يا رب انا خايفه، فرغي ونفسي عن المشاعر اللي جواكي، واوعي تلومي نفسك عليها، واوعي تحسسي نفسك ان انا ضعيفه، انا ازاي محتاجه كده، انا ازاي خالص. دي مشاعر طبيعيه، اسمحي لنفسك من وقت للتاني تعترفي بيها، اوعي تنكريها. انا مش فارق معايا، انا ما يفرقش معايا خالص الجواز، لا 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 انا متقبله اهلي هم اللي مش متقبلين. قولي اللي جواكي واعترفي بيه، لان الاعتراف بالشيء هو اللي بيساعدنا نتقبله. لكن طول ما انا بنكره هتفضل عمليه التقبل واقفه مش بتشتغل. يبقى من وقت للتاني هقعد مع نفسي، هعترف بيني وبين نفسي او بيني ومع ربنا من غير حد اني متضايقه، اني خايفه، اني نفسي يا رب ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ادعي واطلب من ربنا واعيط واقول له خايفه. ما سيدنا موسى قال لربنا انا خايف، يعني احنا هنبقى احسن من سيدنا موسى؟ اقول لربنا انا خايفه وارجع بعد كده امشي عجله حياتي واحاول على قد ما اقدر اركز ايه اللي في ايدي مش ايه اللي مش في ايدي. طيب حاجه تانية عايزاكي تعمليها برضو عشان تساعدك، مهم يبقى عندك معنى لحياتك، مهم يبقى عندك غاية، يبقى عندك رسالة، يبقى عندك هدف انت بتشتغلي عليه سواء على المستوى الشخصي او على المستوى العملي. والهدف ده او الحاجة الغاية دي انا بكبرها، يعني هي مش في حالة مستقرة ثابتة، الحاجة دي بتكبر. ليه؟ لانه في كتير بتحس بنات انه طب ما انا حالي واقف، طب انا لا اتجوزت لا اشتغلت لا عملت حياة اجتماعية لا عملت ما عنديش حاجة ينرمين في حياتي. ايوه ما عندكيش حاجة في حياتك، لكن تعالي نعترف ان في جزء من حياتي هو بره السيطرة بتاعتي، هو مش من السيطرة بتاعتي، بس في جزء تاني جوه سيطرتي.
انا اقدر انزل اشتغل، اقدر افتح دلوقتي مشروع نسائي خفيف من البيت، اقدر اتعلم حاجه، اقدر اروح حتى امارس حياه طبيعيه من غير شغل، حتى اكون كوميونتي، حاجات في الخير، اروح نتفق على حاجات، ابتدي اهتم بصحتي برياضه، اي حاجه. بس الحاجه دي مش مجرد بشغل وقتي، بشغله في حاجه، الحاجه دي هتكبر، هفضل اكبرها واوسعها واكبرها واوسعها. دي من الحاجات بجد اللي هتفرق معاكي وهتساعدك ان انت تتقبلي وتخففي الحته اللي جوانا. طيب ايه تاني هيساعدني؟ هيساعدني ان انا ابتدي اواجه المجتمع مش استخبى منه. يعني ايه؟ يعني بتيجي بنات كتير تقولي نرمين انا بطلت بقى اروح التجمعات العائليه، انا بطلت بقى ان انا اروح مثلا الافراح والمناسبات وكل الحاجات دي، انا بطلت اعمل الحاجات دي. طيب ليه؟ لاني لما بروح يا نرمين ما بحبش نظرات الناس ليا، عشان يا نرمين لما بروح مش بحب بقى الكلام اللي هيقعدوا يقولوه، عشان يا نرمين كذا. طيب طول ما انا حاطه نفسي في وضع اني بستخبى، طول ما انا مش هعرف اتصالح واتقبل، وهفضل دايما ان انا قليله، وان انا عامله وان انا مقصره، وان انا بقى بستخبيه. لا، انا مش محتاجه استخبى، بالعكس انا محتاجه اخرج واواجه. والمواجهه دي حتى لو كانت صعبه مره واثنين وثلاثه، حتى لو محرجه، ولكن هتخليكي مع الوقت كأن في هم وانزاح. بالعكس انت راضيه ومتقبله ومتصالحه لما انت واجهتي، مش لما انت استخبيتي. طيب ناخد مثلا امثله. احنا اتفقنا ان انا لما من جوايا اتقبل وافهم ان ده رزق، وان انا مش قليله ولا معيوبه ولا في ايدي كنترول، ونعمل الحاجات اللي قلنا عليها. طيب لما اجي مثلا واحده مثلا لذيذه، طنط فلانه لذيذه تقابلك كده تقول لك ايه يا حبيبتي بقى، مش هنفرح بيكي بقى ولا ايه، مش هتشدي حيلك بقى ولا ايه؟ اقول لها والله يا طنط ده رزق ربنا، والله يا طنط احنا اتعلمنا، ده احنا مؤمنين وعارفين ان مفيش نفس هتموت من غير ما تستكمل رزقها. انا عمري ما قلقت على رزق في حياتي، ربنا بيدي كل حد ارزاقه. فابتدي انا اقول الكلام اللي انا بعلم بيه الناس انتوا بتعملوا كارثه، انتوا بتتدخلوا في شؤون واحكام ربنا، مش من حقكم تعملوا كده. ابتدي ايه بقى، مش هتفرحينا بقى بيكي ولا ايه؟ ليه يا طنط وحضرتك مش فرحانه بيا؟ ده انا ما شاء الله، ده انا في شغلي كذا كذا، وانت مش فرحانه باللي انا بعمله ليه؟ ده انا حلوه وجميله اهو، بصي محافظه على جسمي ورياضتي وشكلي، مش فرحانه بيا باللي انا بعمله؟ ارد حتى لو انت في الاول مش متقبله الكلام، حتى لو انت محرجه مش بتقولي انت مصدقاه، مره في مره في مره صدقيني انت هتتقبلي، وهم هيبتدوا يسكتوا، لان هم شافوا ان انت الرد بتاعك مره في مره فعلا هيبتدوا يوقفوا. طيب اخر نقطه عايزه اقولها لك علشان برضو تصمدي كده في فتنه ممكن تقابليها. في ناس بتسمعني ممكن تكون في الفتنه نفسها، وفي ناس ممكن تبقى حاطط داخله على الفتنه اهو، فنلحق كده بقى ايه، نظبط الدنيا. ايه الفتنه دي؟ في ناس هتجيلك اصوات كده من المجتمع تقولك ايه، يا خايبه، ما انت لو كنتي شاطره ومدردحه كده زي فلانه، ما انت لو كنتي عامله زي فلانه، ما انت برضو لازم تفكي مع الرجاله شويه، ما انت برضو طريقتك واسلوبك برضو عامله لي فيها حدود وعامله لي فيها الشيخه ما اعرفش مين، ما تفكي كده شويه. فهتبتدي الناس تكلمك وكانك انت مقصره وغلطانه في شويه مبادئ كده وقيم عندك، فتبتدي تحسي طب هم صح ولا غلط؟ طب ما فعلا دي فلانه، بصي البنات اللي عمالين بيخططوا وبيوقعوا الرجاله هم دول اللي بيفلحوا وبيتجوزوا، بصي فلانه دي اللي عماله بتقعد تدلع وتعمل، ما هي دي اللي اتخطبت وفي الاخر اتجوزت، هم الناس دي عندها حق. فتبتدي يحصل لك هزه ما بين انا ما بقتش عارفه الصح من الغلط. الحياه مورياني ان فعلا اللي بيمشي بيعمل حاجات ضد اللي ربنا قال لنا عليها وبتغضب ربنا والرسول فالحين في حياتهم ما شاء الله واتجوزوا وعلى العال، والناس اللي قالت لك لا احنا ماشيين يعني زي ما ربنا بيقول وبنحترم نفسنا وعندنا مبادئ كده وعفه كده، لا دول اللي مش فالحين. هنا بقى انت بتمري باختبار اسمه اختبار قيمه. يعني ايه؟ تعالوا ناخد مثال او ناخد قصه. عارفين يا جماعه في سوره التوبه الثلاث صحابه اللي تخلفوا عن غزوه تبوك؟ خلاص القصه دي احنا اوقات بنقراها زمان كنا بنحس انها مش بتاعتنا، لا احنا مش في جهاد، لا دي للرجاله، لا احنا المسؤوليه عمرنا ما بنهرب منها. في معنى رائع في القصه دي كلنا برضو بنعيشه. على فكره يا جماعه كلنا بنعيش نفس الاختبارات بس بتختلف شكل القصه، بس المعنى واحد. طيب ايه هنا الدرس والمعنى الخطير في الغزوه دي او في القصه دي؟ الصحابة اللي تخلفوا عن الغزوة
في كان منافقين وفي ناس دخلوا كذبوا على رسول الله، يا رسول الله كان كذا كذا، فالرسول تمام يعدي يعدي. لحد ما جه صحابي سيدنا كعب بن مالك، دخل قرر يقول الحقيقه للرسول وقال له والله يا رسول الله كذا كذا، وقال الحقيقه. فالرسول قال له تمام، هنشوف بقى ربنا هيحكم بايه. وكان في 2 تانيين، يعني هم 3 صحابه اللي قالوا الحقيقه، الباقي كله كذب. فاللي حصل ايه؟ ان ربنا امر ان محدش من الصحابه يكلم ال3 دول، محدش يكلمهم ابدا، ومش عارفين لامتى، اجل بقى غير مسمى. فربنا بيوصف في القرآن حالتهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني كله ضاقت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. الدنيا خلاص في حالة، قعدوا كده 50 يوم يعني مش عارفين المدة قد إيه هنفضل حالنا كده. طيب هنا إيه الرسالة؟ هل الناس دي بينها وبين نفسها كان بيقولوا لربنا يعني يا رب ده جزاتنا؟ يعني يا رب الناس اللي كذبت وراحوا قالوا للرسول حجج واعذار، هم دول اللي بيتكلموا وبيضحكوا والناس بتكلمهم، واحنا يا رب اللي قلنا الصدق؟ هو مش احنا يا رب اتعلمنا الصدق هو النجاه؟ فين النجاه؟ ده احنا منبوذين ومحدش بيكلمنا ولا حد راضي يبص لنا 50 يوم. يعني شيء قاسي جدا. بس يجي بعد كده ربنا يتوب عليهم وتنزل آيات ان ربنا تاب عليهم. ومش بس كده، الآية اللي بعدها يا أيها الذين آمنوا واتقوا، ربنا قال لهم ايه؟ كونوا مع الصادقين. ده كمان تكريم، ده انتوا بعد ما قلنا لهم ما تكلموهمش، لا ده ربنا أمرهم خليكم مع الناس الصادقة، خليكم مع الناس اللي بتقول الحقيقة. وكأن الاختبار لما نجحنا الدنيا كلنا يا جماعة بنعيش اختبار قيمة، بس احنا اوقات بنتخيل عشان اخترنا القيمة، اخترنا ربنا، خلاص بكرة بقى الحاجة هناخد المكافأة، بكرة بقى هناخد النجاة، بكرة هناخد الحاجة. لا، نصبر لأن ده اختبار. واحنا مش معنى ان هي راحت بطريقة غير شرعية اتجوزت ان هي كده نجحت في الاختبار. هي اخدت حاجة دنيوية بس هي سقطت في اختبارها مع ربنا. بس انت ممكن تكوني الرزق ده هو لسه ما جاش، وبالعكس احنا عندنا ومن يتقي لا يجعل له مخرجا، يعني هيجيلك الاجزة والمخرج، انت بتتقي ربنا. بس اصبري واعرفي ان ده اختبار. اثبتي في قيمك، اثبتي في مبادئك، اوعي حد يقنعك انك تعملي حاجه غلط، اوعي حد يقنعك ان انت تروحي تغيري في القيم وتغضبي ربنا، يلا بقى مشي حالك بقى وفرحينا بيكي بقى وشدي حيلك، عشان صدقيني مش هتكسبي ومش هتبقي راضيه ولا محترمه نفسك. دي كده كانت شويه كده ايه دردشه وشويه كده كلام من القلب، بنحاول ان احنا نساعد بيه نفسنا، ونحاول ان احنا نفكر ونقوله لنفسنا ونسمعه كذا مره لحد ما نشربه كده، علشان نقدر لما يجي الناس بره تضغط، لو احنا جوانا فعلا رضا، فعلا تسليم، فعلا تقبل. عارفين كده بقول لهم تشبيه، قرصة التعبان مش بتموت، اللي بيموت السم اللي التعبان بيدخله جوانا. لما يجوا يضغطوا انا جوايا خلاص رضا وتسليم، مش هيقدروا يضايقوني. لما يجوا يضغطوا بزياده ممكن القرصه تضايقني، بتضايق حد بيقول لي كلام سخيف، بس هل هتسم؟ هفقد ثقتي في نفسي؟ هحس ان انا قليله وان انا ماليش لازمه؟ لا، خلاص هنبقى عدينا الحته دي، هنضايق ونقريف شويه كده من طنط فلانه ولا من ماما ولا من بابا شويه، وهنعرف نتخطى ونكمل حياتنا ونرضى ونستمتع باللي متاح الى ان يشاء ربنا ويرزقنا بالرزق اللي احنا عايزينه. اتفقنا؟ اتفقنا. خليكم تابعينا، رجعنا يلا في سلسله في الرحله، وعندنا موضوعات وكلام كتير قوي عايزين نقوله، خليكم متابعينا.